امكانياتك الماديه تجيب لك محل تجاري وبنفس السعر تجيب لك مكتب اداري. انهي الافضل في الاستثمار؟ انهي الاسرع في الايجار؟ انهي اللي هيحقق لك اعلى عائد على الاستثمار؟ مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت. والحقيقه في الفيديو ده عايز اوضح لحضرتك بشكل سريع جدا، حط فلوسك في مكتب اداري ولا في محل تجاري. مبدئيا احنا عندنا في مصر كلمه محل تجاري دايما بتبقى سايبه ذكرى في اذهن الناس، او الناس بتبقى شايفه ان المحل التجاري هو الافضل والاسرع للاستثمار. وده حقيقي لغايه دلوقتي، لان فكره المكاتب الاداريه في مقرات اداريه فكره لسه معموله بقالها 5 سنين، ابتدت من التجمع الخامس وزايد، ودلوقتي موجوده بشكل كبير جدا في العاصمه الاداريه الجديده. خلي بال حضراتكم، انا هقول لكم على كام نقطه مهمه جدا تركزوا فيها وانتوا بتستثمروا في القطاع الاداري او التجاري، بالذات في المشاريع اللي تحت الانشاء. مبدئيا رقم واحد، لو هتشتري محل تجاري او مكتب اداري فانت لازم تختار افضل مكان امكانياتك الماديه تجيب لك فيه محل تجاري، وافضل في المقارنه لان انت بتعمل مقارنه، وافضل مكان هيجيب لك مكتب اداري في منطقه اداريه. يعني مثال بسيط جدا، انا دلوقتي معايا 6 مليون جنيه، ال 6 مليون جنيه دول يجيبوا لي افضل، يعني ادور بال 6 مليون جنيه دول فين افضل مكان اقدر اخد فيه محل تجاري. والمعايير احنا اتكلمنا فيها قبل كده، من ضمنها الشركه واللوكيشن والخدمات بتاعت كل المعايير المصنفه لتقييم المقرات التجاريه. بنفس ال 6 مليون جنيه دول حضرتك برضو بتشوف افضل مكان اقدر اخد فيه مكتب اداري بيبقى فين بناء على معايير برضو، وكنت قلت لحضراتكم على المعايير دي قبل كده. فبعد ما بتطلع الاماكن دي والاماكن دي بتبتدي تعمل مقارنه، تاخد مكتب اداري ولا تاخد محل تجاري. يبقى رقم واحد، اختار احسن حاجه هنا واحسن حاجه هنا. رقم اتنين، بالنسبه لمنطقه زي التجمع الخامس او العاصمه الاداريه الجديده، اقل من 6 مليون جنيه مش هتاخد محل محترم، هيبقى كشك، او لو هو مش كشك ومحل فوق ال 30 40 50 متر هيبقى في مكان مش مميز. فهنا القطاع الاداري افضل. يعني نصيحتي ليك النهارده في سنه 2023، اقل من 6 او 7 مليون جنيه ما تشتريش محل تجاري، مش هتاخد محل تجاري مميز، ولو خدت مساحته كبيره هيبقى في مكان مش مميز، وفي ريسك كبير جدا في ان انت تخاطر ان انت يا ترى المحل التجاري ده الشركه الاداره اللي هتديره صح ولا لا، ولا زي المحلات التجاريه اللي موجوده في اماكن كتيره جدا مش متاجره ولا شغاله، واماكن كتيره جدا بال6 مليون او بال5 مليون او بال4 مليون مكتب اداري متاجر. فخلي بالك، لو انت بتستثمر وبتحط فلوسك النهارده في سنه 2023 اقل من 7 6 مليون جنيه، خليك في القطاع الاداري عشان تجيب اميز حاجه في القطاع الاداري. فوق ال 6 7 مليون جنيه هتجيب اميز حاجه في القطاع التجاري، وكل واحده من دول ليها معايير وكنت ذكرتها قبل كده، بس ده مش موضوعنا. خليني اقول لحضراتكم مميزات وعيوب كل واحد. اول حاجه، القطاع التجاري هو الاميز لو امكانياتك تجيبه من القطاع الاداري. ليه؟ رقم واحد، سرعه التاجير. لو انا بتكلم في مشروعين مميزين والاثنين هيتسلموا في وقت واحد، والاثنين شركات محترمه، والاثنين مطابقين للمواصفات، لو مش المواصفات العالميه تبقى مطابقه لاحتياجات السوق المصري، الاثنين التجاري دايما بيتاجر اسرع. ادي واحد. التجاري العائد على الاستثمار فيه بيبقى اكتر من القطاع الاداري. يعني لو واخد مكتب اداري هيزيد سعره سنويا 20%، القطاع التجاري بيوصل ل 30 و40% سنويا في بعض المناطق. طيب يبقى ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، بتخلي القطاع التجاري اميز ان انت لو مرتبط بسعر ايجار معين، بعد ما مدة العقد الايجار بتاعك بيخلص تقدر تزود بال20 وبال30% على سعر الايجار. يعني انا لو مأجر مثلا بأجر مثلا ب $100 للمتر في الشهر الواحد، ومأجر المحل بتاعي 3 سنين، اقدر ان انا بعد الثلاث سنين دول اعمل عقد جديد اأجر مثلا ب 120 130 150 مثلا دولار، على عكس الاداري. ليه بقى؟ هنا في نقطه مهمه جدا وركزوا فيها عشان النقطه دي شويه مش اي حد هيقولها لحضراتكم. رقم واحد، كوميونتي الشركات هو نشاط واحد، هو هيد اوفيسز، سواء شركه مالتي ناشونال او اند يوزرز
او شخص محامي او مهندس، اي شركه بتبقى مرتبطه بالكوميونتي اللي حواليها، فكلنا زي بعض. اما في القطاع التجاري الموضوع يختلف تماما، بدليل ان انت ممكن تبقى فاتح حضرتك مطعم، او حضرتك صاحب محل 100 متر مأجره لمطعم او لكافيه، فجأة فتح جنبك بنك، او فتح جنبك براند، او فتح جنبك فرانشايز. مباشرة حضرتك لا اراديا بعد ما العقد ينتهي مش هتأجره وهتجيب اعلى سعر وانت حاطط رجل على رجل بسبب العوامل اللي حواليك. ده رقم واحد. رقم اتنين، كثرة الأنشطة في القطاع التجاري. القطاع التجاري متعدد الأنشطة، ريتيل، اف ام بي، فود اوتلت، فود كورد، شو رومينج، اماكن يعني محلات ملابس، مطاعم، كافيهات، كيدز اريا. تقدر ان انت تفتح اكتر من نشاط في القطاع التجاري. فده بيعمل ايه؟ بيخلق نوع من بيخلق نوع من الرغبه الاكتر للاستثمار في القطاع التجاري. فبالتالي انت، ما هو الطلب عليك كتير قوي والعرض بيبقى قليل، بالذات لو محل في مكان مميز في منطقه مميزه، فده بيخليك ان انت تزود اكتر. طيب النقطه الثالثه، قله عدد المحلات التجاريه مقارنه بالمكاتب الاداريه. يعني العاصمه مثلا، كل العاصمه الاداريه الجديده الرخصه طالعه ارضي اول تاني، اقصى حاجه لغايه الدور الخامس في المولات التجاري بالكامل، وبعد كده الباقي كله اداري. فعدد المكاتب رهيب مقارنه بالقطاع التجاري الاداري. تمام؟ ده من ناحيه المميزات التجاري. بس ما يبقاش معاك 2 3 4 5 مليون جنيه وتروح تجيب محل تجاري، لا. هنا ساعتها المكتب الاداري هيبقى افضل بكتير جدا ان انت تاخد مكتب اداري، وهيبقى الاستثمار بتاعه افضل من ان انت تاخد محل تجاري. ليه؟ لان هنا هيبقى القطاع الاداري انيس. واحد، هتجيب مساحه. اتنين، البادجت تجيب لك في مكان مميز، يعني الحي المالي مثلا وشريط الابراج السياحيه من 5 6 مليون جنيه تقدر تجيب بيه مكتب اداري محترم، حتى ب 4 مليون جنيه موجود، وب 3 مليون جنيه في اماكن مميزه بمقدمات 300 الف جنيه مكتب اداري 40 50 متر في الحي الاداري. هنا ساعتها انت هتبقى كسبان افضل، وهتبقى اسرع، وهتأجر اسرع. يعني ما تدينيش محل تجاري جوه الداون تاون ب 4 مليون جنيه في مكان مش مميز، في مقابل مكتب اداري في الحي المالي ب 4 مليون جنيه. فده الفرق ما بين الاثنين. النقطة الأخيرة اللي عايز أقول لحضراتكم عليها، ركزوا جدا وأنتوا بتعملوا سيلكت للمشاريع. ده كانت مقارنة سريعة جدا بأني أفضل مكتب إداري ولا محل تجاري للإيجار. واسمحوا لي لو في أي استفسارات خاصة بالاستثمار سواء في التجمع الخامس أو في العاصمة فيما يخص القطاع التجاري والإداري، ابعتوا لي بس مسج على الواتساب وأنا تحت أمر حضرتك. شكرا.